السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عاصمة الشرق الجزائرية اليوم عاصمة الكأس الكونفدرالية بين شباب قسنطينة واتحاد العاصمة في لدفاع الشباب قسنطينة. كرة بعيدة ضاعت من بالحسيني، تسترجع مرة ثانية في الوسط لعناصر الاتحاد عن طريق لوكونزا. كرة صعبة وخطيرة. أول محاولة وأول لعبة وأول خطأ هنا يرتكب من آدم عليلات. الكرة على الجهة اليمنى والتغطية الدفاعية كانت من هنالك من كيفن موندي. حاول يمر بوغرا، مازال بوغرا، لعبة ممتازة داخل منطقة العمليات. كرة خطيرة، العرضية والدفاع جميل. عندما يتنقلون إلى العاصمة الأسبوع القادم طبعا بالطيارة 45 دقيقة. كرة مرفوعة في القائمة الثانية بعيدة كثير، والراسية والدفاع. الخطورة مازالوا بخنشوش يخرج لصالح الاتحاد من هنا عن طريق اللاعب محروز. يدخل محروز، هيله منه محروز، هيله الكرة العرضية والدفاع. محروز، كرة راحت ركنية، أول ركنية لاتحاد الجزائر. محروز مر ومحروز دخل ومحروز تحصل على الركنية بعد. كرة ملعوبة في القائمة الثانية بعيدة الراسية والدفاع دخل خطيرة. مرت سلامات. خليكم من الحكم، ركزوا على المباراة سواء نصر الاتحاد او على الدفع ولا مسك. الكرة في الركنية من هنالك. رائعة في القائم الأول. هذه الركنية من مرقم. ما زالت الكرة وانطلق لصالح عناصر الشباب من هنالك بالحسيني. هي الكرة في الوسط، هي صعبة، هي صعبة. انطلاقة خطيرة من هنا. فتح الله، طاهر مازال، فتح الله مازال. رقت على روحك يا فتح الله. مازال مراوغة، يحاول يمر من أمام محروس. الخطيرة وبنبوت بالحسيني. هي الكرة خطيرة. ما زال الخطورة والتغطية من هنا عن طريق اللاعب عياد. يغير تماما على الجهة اليمنى من هنالك ناحية هيثم لوصيف. رقبها لوصيف، انطلق هيثم لوصيف والتوزيع. لا بعيدة. وانطلاقة مرة ثانية صعبة الخطورة لصالح عناصر شباب قسنطينة. خطير. بعيدة. خالدين مضوي واحد من الكفاءات الشابة الكبيرة في الجزائر. هو ايضا درب نوادي كثيره جدا داخل الوطن وخارج الوطن. درب وفاق سطيف ومولوديه بجايه وملقا جسر باب القنطره وسيدي راشد وسيدي مسيد وملح سليمان ومجاز الغنم وجسر الشلالات وجسر الزيتون، جنان الزيتون وغيرها من الجسور الكثيره. خطيره. الدي استرجعت من هنا من بوغرا. يرسل كره بعيده وسط ميدان اتحاد الجزائر فارغ. انطلاقه من هنالك على الجهه اليسرى صعبه وخطيره للاتحاد. ناحية غشة يلعبها لمحروز. محروز وغشة في بالخلف. محروز يحاول يمر. محروز هيله منه. محروز من امام ميلود ربيع يرجع للخلف. كرة ملعوبة للاتحاد. ممتازين، وصلوا 4 مرات للنهائيات مش هؤلاء اللاعبين طبعا. كرة ملعوبة صعبة لصالح عناصر الاتحاد شباب مدينة قسنطينة. هيدا بنبوت خرجها. الخطورة ما زالوا. رائعة بن شعيرة، رائعة مرة ثانية. الدفاع يدرى لعناصر شباب مدينة قسنطينة. بنبوت رجعها. رق الزاوية كما ينبغي. بنبوت تصد. هذه هي الكرة. أخطر فرصة لعناصر شباب مدينة قسنطينة بعد الكرة الأولى. استرجعت لعناصر الاتحاد. خالدي لم يقدر من على المرور. استرجعت في الوسط عن طريق اللاعب بن شعيرة. لعبها من هنا في اتجاه اللاعب طاهر يغير. منذر تمين يفتح مجال التسجيل لشباب مدينة قسنطينة ويعتز ملعب الشهيد حملاوي. يا لها من تمريرة ويا لها من ترويض، يا لها من تسديد ويا لها من متابعة. ياتي الجول الأول لشباب مدينة قسنطينة عن طريق منذر تمين. هدف في منتهى الروعة.
جول أول للشباب يهتز الملعب ويفتتح مجال التسجيل. 1-0 صارت لصالح الفريق المحلي شباب مدينة قسنطينة. فعلها منذر وسجل الجول الأول. أوه شوف التمريرة، شوف الترويض من هنالك على الجهة اليسرى، التسديدة باليمنى والمتابعة. لم يكن منذر تميم في وضعية تسلل وافتتح مجال التسجيل لشباب مدينة قسنطينة. جول يا تميم، جول 1-0. عجبتني التمريرة كما عجبتني التمريرة البعيدة الرائعة جدا من هنا في الجهة اليسرى في اتجاه باوش، راقبها بيسرى واضربها بيمناه والمتابعة من تمين، وجاء الجول الأول في حلقة وفي لعبة وفي تمريرة وفي ترويض وفي تسديدة وفي راسية في منتهى الروعة. الرتس 1-0 لشباب مدينة قسنطينة. راسية أنا مرت سلامات، ضربة مرمى. حسام الدين غشة ضيع الكرة، استرجعت القسنطينية عن طريق اللاعب بالحسين. انطلاقة صعبة وخطيرة، تبصبة خطيرة. كاد يفعل انطلاقة من الوسط لصالح عناصر الاتحاد، تلعب على الجهة اليسرى من هنا، كرة صعبة والتسديد. رائع التسديدة ورائع الصد من هنالك من قبل الحارس بعد هذه الكرة من أحمد خالدي بيسرى. ضرب كرة قوية أبو حلفاية كان رائعا وأخرجها. أخطر فرصة لعناصر اتحاد الجزائر هذه الكرة التي صدها حتى الاستحواذ متقارب بين الفريقين. كرة ملعوبة في العمق لبن عياد، رجعت له بن عياد. لم يكن في وضعية تسلل بن عياد، استلمها. في الوسط لكونزا من هنالك لمرغم، كرة تمشي لصالح عناصر الاتحاد. حسام الدين وين اللعبة، وين واو كادت تباغت ابو حلفاية هذه الكرة الساقطة. كرة والتسديدة ابو قرة لا بعيدة. وسط ميدان الاتحاد فارغ تقريبا. انطلاقا هنالك من بن شعيرة يلعبها لباوش والتوزيعة، التسديدة. جعفر وسط ناحية مرغم مرة ثانية. وين رايح يلعبها من هنالك، كرة صعبة لصالح خالدي، التسديد يا ابو حج. ابراهيم ديب كرة داخلة ملعوبة بشكل رائع. هي صعبة مهمة الحكم هذه بالإعادة، وصعب أننا نقرر يعني. هنا نشوف النوايا إذا كانت يده مرفوعة أو موضوعة. الحركة هذه اللي قام بها عادية جدا، من يقصد اللاعب اللي ضرب فيه الكرة فتدخل. نو يس منع حالها لكم ركلة جزاء. حكم المباراة ركلة الجزاء مهدي مرغم يضرب الكرة على الجهة اليسرى وضيعها بل أنقذها زكريا أبو حلفاية، أنقذ النادي الرياضي القسنطيني من هدف التعديل. وطلعت الشمس في مدينة قسنطينة جميلة من زمان وزادتها الشمس. نادي الرياضي القسنطيني انقذها أبو حلفاية. باينة يضربها على الجهة اليسرى مرغم. يا مرغم نقترب من نهاية الربع ساعة الأول. مرفوع الكرة ابو قرة بالراس، كرة خطيرة. ما زال الخطورة، التسديد تعالي. كرة في المخالفة لصالح مرغم وتيرازاس كرة داخلة وملغم، كرة خارجة مرفوعة بهيلة في القائمة الثانية. جول يفعلها مونديكو الكونغولي ويعدل النتيجة للاتحاد. مونديكو جول. كرة
بعيدة من هنالك من مرغم مونديكو، خرج كالقط في القائمة الثاني ورافق الكرة إلى الشباك أمام الحارس بوخلفايا. 1-1 صارت النتيجة الآن. كيفن مونديكو يعدل النتيجة. الاتحاد العاصمة بشق الأنفس. صارت النتيجة 1-1 الآن. هاي اللعبة وهاي الكرة مونديكو خرج يشبه روديجير في خرجته هذه في القائمة الثاني. هاو روديجير هنا في القائمة الثاني يسجل هدف التعديل على مرتين، ضربها بيمناه ثم بيسراه. هرب لكم روديجير من هنالك وراح بعد ما عدل النتيجة. 1-1 صارت الآن بين الفريقين اتحاد العاصمة والنادي الرياضي القسنطيني. لم يكن متسللا، لا لم يكن متسللا. صارت النتيجة 1-1 الآن. هدف عن مرحبا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوك نيو في كل مكان. وقبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا أحبابنا في الله اشتراك في القناة ودعمنا بلايك على الفيديو، ولا نبخل عليكم بأي جديد كما ونكم إن شاء الله. إذا متابعينا الكرام في أبرز مباريات اليوم للدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإفريقي، واجه فريق شباب قسنطينة على أرضية ميدانه وما بين جماهيره فريق اتحاد العاصمة العريق. إذا متابعينا الكرام هذه المباراة كانت مباراة قوية ومباراة محلية ما بين ناديين جزائريين ينشطان الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي. إذا متابعينا الكرام هذه المباراة كانت على ملعب حملاوي بقسنطينة، وعرفت هذه المباراة حضور جماهيري غفير من قبل أنصار فريق شباب قسنطينة وحتى أنصار فريق اتحاد العاصمة. قد تنقلوا لقسنطينة وزينوا هذا الملعب الجميل. إذا متابعينا الكرام هذه المباراة كانت مباراة سجال ما بين الفريقين. فريق شباب قسنطينة استطاع فتح باب التسجيل في الشوط الأول وأنهى هذا الشوط متقدما بهدف مقابل 0. في الشوط الثاني استطاع فريق اتحاد العاصمة نيل ركلة جزاء، لكنه لم يستطيع تجسيدها لهدف التعادل في هذه المباراة. ولكن بعد مرور الوقت استطاع مدافع اتحاد العاصمة مونديكو تعديل النتيجة لفريق اتحاد العاصمة. إذا متابعينا الكرام بحدود الدقيقة 80 النتيجة تعرف التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف ما بين الفريقين. سنوافيكم إن شاء الله بباقي نتائج مختلف الفرق في ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي على قناتكم شوك نيو كما عودناكم إن شاء الله. فلا تنسوا في الأخير مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك الفيديو، ولن نبخل عليكم بأي جديد. قناة شوك نيو موطن الأخبار الحصرية. تابعونا أحبابنا في الله. سلام.